بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي ومتابعيني دايما مشرفين ومنورين، يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا النهاردة نشوف الفيديو الجميل ده. النهاردة ما شاء الله عاملين حاجة حلوة كده، يا رب تعجبكم. فراخ مشوية ورز أحمر بالخلطة، ما شاء الله أكلة جميل. فراخ مشوية يعني إيه؟ رز بالخلط، ما ينفعش الفراخ المشوية تبقى من غيره يا جماعة. جميل، تعالوا جربوه بالطريقه بتاعتي دي. اللي في طريقه تانية برضو على القناه برضو مختلف غير دي، يا ريت برضو لو بتحبوا تشوفها شوفوها برضو على القناه. تعالوا نشوف يا حبايبي النهارده هنعمل الاكله الجميله دي ازاي. بصراحه اكله تفتح النفس، جربوه ولادكم هيحبوها، جميله جدا. طب تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف بقى بالمكسرات بقى والحاجات الجميله دي، ما شاء الله. ماشي يا حبايبي. طبعا سهل جدا والله، يا شكلها تقول ده صعب، لا لا، سهله جدا. وبسله كمان بقى، وما شاء الله بتمشي معاها البسله، بتبقى لايقه عليها جامد، ما شاء الله. ايه رايك بقى في الفيديو الجميل ده؟ اظن بقى يعني ما شاء الله، يعني طالعين بقى من رمضان ما عملناش حاجات من دي لسه كتير، فهنبتدي نعمل حاجات مواصفات حلوه من دي جميله باذن الله يا حبايبي. تعالوا نشوف، نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف ايه الكبه بتاعتنا الصغيره الجميله دي. هنعمل فيها إيه؟ هنعمل فيها طبعا التتبيله الجميله الروعه دي. تتبيله سهله جدا، مش صعبه ولا حاجه. معانا حبايه طماطم صغيره، بصلايه متوسطه، معايا قرن فلفل احمر حراق بقى رومي الموجود عندك، وبرده قطعه من اللي هو الاخضر برده. ماشي. معانا بقى بهارات ايه؟ فلفل 7 بهارات، آه قولوا معايا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بابريكا، برضو ايه، قرفه، معايا برضو الكركم، معايا اللون الاصفر، معايا حاجات كتير ما شاء الله. معايا الصويا صوص، الصوصات دي جميله قوي. معايا الباربيكيو حلو قوي، هاتي ازازتين ما شاء الله من كل نوع من دي، تبقى عندك بتقعد فتره طويله جدا ما شاء الله، موفره وجميله جدا. هنضربهم ضربه في الخلاط برضو مع معلقتين زيت. ولو عندك زبادي برضو حطي، ما شاء الله ما كانش عندي زبادي، واضربها في الكب خالص لما تبقى ناعمه خالص، ما شاء الله ايه. وما شاء الله ادعك الفراخ بتاعتك بقى، تبليها كده التتبيله الجميله دي. وفصين توم يا حبايبي، 3 فصوص توم او 4، ما تستغنوش عنهم ما شاء الله. فجهيز التتبيله ده حلو قوي قوي قوي، جربها بالطريقه دي حلوه قوي، تعجبك باذن الله. التتبيله دي خرافه، تنفع برضو للبط، تنفع للفراخ، ما شاء الله تنفع ما شاء الله لحاجات كتير والله. ماشي. تبلنا الفراخ بتاعتنا قبلها بيوم، قبلها بيومين بثلاثه، زي ما انت عايزه، بيوم مش مشكله. اهم حاجه تشرحي الفراخ كده عشان خاطر التتبيله تدخل جواها كده وتدي الطعم الجميل ده. والملح طبعا ما تنسوش يا حبايبي. وبرده حوالي معلقه سكر ماشي في التتبيله دي، عشان اللون يتحمر كده يبقى جميل زي ما انتم عارفين. تبلناها، هنحطها في صينيه او في بوله، ونغطيها بورق استرتش كده، استرتش رابي اللي هو الحراري ده. وندخلها التلاجة، نسيبها على في التلاجة بقى المده اللي انت عايزها. ماشي. تعالوا بعد كده هنتعمل ولا على البسله بقى، ما شاء الله انا شويه بسله كده خرافه. البسله دي كانت من الفرازه عندي يا حبايبي. انا جبت عملت فصين توم ما شاء الله، بس تقريبا المقطع ده ما تصورش. بمعلقه معلقتين سمنه كده. وبعد كده نزلت عليهم يا حبايبي لما دبلوا كده وبقوا لونهم شفاف، نزلت عليهم بالجزر والبسله اللي انتوا شايفينها دي. ونزلت بورق لوري بقى ما شاء الله، ورقه 2 3. الورق اللوري ده بيخلي بالذات البسله المتفرزه بتبقى يعني لها طعم كده شويه، فحط ورق لوري كتير فيها ما شاء الله بتبقى جميل. وبعد كده احنا هندبل البسله كده مع الثوم ما شاء الله، والمعلقتين السمنه دي. وفي معلقه سمنه حطيتها تاني برضو، لان ما شاء الله دي سمنه بلدي يا حبايبي جميله جدا ما شاء الله اللي احنا عاملينها مع بعض. بعد ما البسله ما شاء الله تخش في السيا ما شاء الله، كانت بسله حلوه ما غابتش يعني، ما خدتش وقت. وبعد كده ما تنسوش برضو نص معلقه السكر عشان الحموضه. وبعد كده نزلت عليها بقى بالطماطم الجميله ديت ما شاء الله، حمرا كده وجميله. وبعد كده يا حبايبي بهارات، كمون، كزبره ناشفه، فلفل، ورق اللوري زي ما انتم عارفين، ملح، طبعا نص معلقه السكر. ونزلت عليها من البهارات الجميله ديت، وسبتها بقى على نار هاديه كده. انا مش عموما مش بحب الخضار بتاعي يبقى كله يعني يعني طماطم كده صيت، لا انا بحبه يعني الخضار كده ناشف كده ما شاء الله. ماشي يا حبايبي. هنعمل بقى النهارده بطل الحلقه بتاعتنا الجميله دي يا اولاد. هنعمل رز بالخلطه اللي هو الاحمر الجميل ده. انا في بقى طريقه برضو بقول لكم خشوا وشوفوها. انا معايا حوالي 3 معالق سكر او 4، بكرملهم زي ما انتم شايفين كده. وبجيب بصلايه انا عاملاها قبل كده ببصلايه، وبحط عليها البهارات بتاعتها، وبنزلها مع مع السكر المكرمل ده.
بتدي طعم وريحه برده جميل. بس النهارده عاملاه كده ايه من غير البصل يا حبايب. كرملت السكر 3 4 معالق سكر زي ما انتم شايفين، كرملتهم اللون ما تغمقوش قوي. وبعد كده بنزل عليهم ايه بالرز بتاعي مصفياه غسلاه ومصفياه. وبعد كده هنزل بايه بمعلقه سمنه حلوه محترمه كده زي ما انتم شايفين. ومعايا بقى ايه بهارات زي ما تقولي بقى، قرفه خشب، قرفه بودر، ورق لوري، فلفل، 7 بهارات ما شاء الله. قرف بتاع ده قولوا معايا، قرنفل حصى، قرنفل برضو بودر. بتدي ريحه وطعم ما اقولكوش بقى. جربوا كده القرفه والقرنفل والحاجات دي جميله. لو عندك اللومي برضو اللي هي السودا ديت برضو حاجه جميله، برضو حبان اي حاجه موجوده عندك ما شاء الله بتدي لون وطعم وريحه جميل. بعد كده معانا اللون الاصفر. إيه لا ده انا مش هعمل رز اصفر، انا معلش انا اسفه، احنا بنعمل رز احمر النار. بعد كده ما شاء الله بيخش بقى في السويه كده، تحس ايه بيعمل فقاقيع كده تهدي النار عليه ما شاء الله. ده رز بلدي بتاعنا يا حبايبي بياخد ميه كتير. حطيت له ميه مغليه ما شاء الله، خش في السويه هديت عليه النار. بعد كده عملت له ايه المكسرات الجميله دي بقى. معايا ايه لوز، معايا بندق، معايا الزبيب يا حبايب. طبعا الطبق ده جميل ما يخلاش من الحاجات دي. لو وصلت معايا المقطع ده حط له كومنت حلو كده ولايك جميل، يشجع الفيديوهات دي وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه بتاعتنا يشترك دايما، اشتراككم بيساعدني وبيفرحني. اوعوا تنسوا اللايك اللي بيرفع الفيديو يا حبايبي، والكومنت الجميل اللي بيشجعنا عشان نعمل لحضراتكم فيديوهات. يا رب دايما كده ايه اشوفكم دايما على خير. مع السلامه.